السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة معايا بوتات تليجرام هتحل لك مشاكل كبيرة في وقت قليل جدا. بس يا ريت قبل ما نبدأ موضوعنا تعمل لايك للفيديو ده، وكمان متابعة، وكمان تعليق لو مش تقل عليك. وأي حد مهتم ببوتات التليجرام يا ريت إنك أنت تبعتها له، لأن دي حلقة من سلسلة متكاملة. في كل حلقة بنقدم بوتات مهمة جدا، فأي بوتات هستخدمها لينك السلسلة دي هتلاقيهم كلهم في وصف الفيديو. ويلا بينا نبدأ. ساعات لما باجي اشتغل ناس بتطلب مني الصور في ملف PDF، فكان الموضوع بياخد وقت كبير جدا عشان اعمل ده، او مثلا ممكن ما اكونش موجود قدام اللابتوب او الكمبيوتر في الوقت ده. في بوت اسمه ميجا درايف. فكرة البوت ده باختصار ايه؟ انت بتفتح البوت عادي جدا، وكل اللي عليك انك انت بتبعت له اي صورة عندك او مجموعة الصور بتاعتك، وهو بيحطها لك في ملف PDF في ثواني بسيطة. طيب، هل الموضوع واقف عند كده بس؟ لا، هو قبل ما بيحولها لك لملف PDF بيسألك عاوز تخلي الملف ده باسم ولا اي اسم. ممكن تدوس على يس بحيث انك انت تكتب له اسم الملف بتاعك اللي انت عاوزه، او نو بحيث انك انت مش عاوز اي اسم لو هو ملف عادي يعني. وبعد كده هتلاقيه بعت لك الملف PDF، تقدر انك انت تتفرج عليه وتحمله وتشاركه لأي شخص، وتسهل على نفسك شغلك في دقايق بسيطة وفي وقت قليل جدا. خصوصا لو انت في اي مكان تمسك موبايلك كده، تبعت الصور، تحول ملف تبعتها لأي شخص، وهكذا. في فترة كده من الفترات طلع ترند ان هو بيحول لك الاسم بتاعك كده بشكل من اشكال الصور، يعني مثلا يعمل لك عليه تأثير النار، تأثير الحطب، الحاجات دي. في بوت اتعمل مخصوص عشان الحاجة دي، ومش بيوفر لك تأثير أو اتنين، وهو اسم البوت الكتابة بالصور. طيب، فكرة البوت ده ايه؟ انت بتبعت الاسم بتاعك او اي اسم عايز تضيف عليه اي تأثير وتزينه كده. بعد ما هتكتب اسمك هيطلب منك انك تشترك في قناة تانية يعني. فحاولت اشغل دماغي عليه وان انا ما اشتركش في القناة، ولكن برضه بيطلب انك انت تشترك. ممكن تشترك في القناة التانية اللي هو بعتها لك دي، وتبتدي انك انت تعمل لها كتم مثلا، او انك انت تخرج منها بعدين. طيب، الفكرة دلوقتي ايه؟ بيعرض عليك تأثيرات كبيرة جدا، تأثير النار، الحطب، اي تأثير انت ممكن تتخيل. بمجرد ما بتختار اي تأثير منهم بيبعت لك الصورة بحجمين: حجم المربع اللي هو 1:1، وحجم الغلاف. تقدر انك انت تستخدمهم بقى عندك، تحطهم غلاف على البروفايل بتاعك، الحاجات بقى اللي انت عاوزها. اختار اي تأثير منهم وطبقه. تقدر تختار اكتر من تأثير على نفس الاسم. فالموضوع يعني ممتع، وكمان تقدر تعمله تستخدمه كعنصر من عناصر الصورة بتاعتك، وهكذا. لو انت شخص بتقدم برزنتيشن او مقدمة، او حابب انك انت تعمل كده زي عرض تقديمي شكله كويس، فساعات بنحتاج صوت مسجل يكون شكل احترافي اكتر، بدل ما انا ما اتكلم بصوتي، لان انت هتبقى بتقدم الموضوع ساعتها. ففي بوت اسمه MS Speech Bot. فكرة البوت ده باختصار، اول ما بتفتح البوت بيسألك اللغة اللي انت بتتكلم بيها ايه، او اللغة اللي انت عاوزها ايه. فتبتدي مثلا احدد اللغة العربية، وبعد كده اقدر ان انا ابعت له اي جملة عندي. طيب، ببعت له الجملة في ثواني بسيطة، بلاقيه بعت لي ريكورد بالكلام اللي انا كتبته، يعني بيحول النص اللي انا كتبته لكلام منطوق. السلام عليكم مانا يحيى. طيب، هل هو وقف عند الصوت ده بس؟ لا، في أصوات تانية كتيرة تقدر إنك أنت تستخدمها، وكمان تختار ما بينها. بيديك ما بين 1 إلى 100 صوت، تقدر تختار رقم ما بينهم وهيحول لك الصوت. تقدر إنك أنت كمان تكتب له بقى الجملة تاني، وهو لوحده هيبتدي يقول لك الكلام اللي أنت كتبته بالصوت الجديد. لا تنسى المتابعة. تقدر بقى تغير ما بين الأصوات لحد ما تستقر على صوت، وتبتدي إنك أنت تستخدمه بقى في أي حاجة أنت عاوزها. 3 بوتات مميزين، أتمنى إنك أنت تكون استفدت منهم. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت على الفيديو ده، وكمان متابعة. أنا يحيى الشافعي. هتلاقي أي لينكات بوتات في وصف الفيديو، وكمان هتلاقي لينك السلسلة دي في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.